ما هو كان واضح انه الاختيار برضو ما كانش فيه شوية تدقيق. يعني هو اتعرض الاسم او شافوا الاسم فحبوا ياخدوه، جه ما اقنعهمش. يعني شافوه في الملعب ما اقنعهمش، فقالوا عايزين نغيره. قال لك ده هيروح. بس هو برضه كان في اوروبا لعيب كبير. كان في اوروبا لاعب كبير، بس مش اي لاعب برضو. يعني هو في الاخر اصل ايه الازمه؟ ان انت كنادي بتعرض الاسماء اللي انت عايز تتعاقد معاها، والصندوق بيدعم وهنقدر نحط الرقم ده ونبدا صندوق الاستقطاب. اللي هو فكره الاسم جايه من استقطاب النجوم للدوري السعودي بالظبط. دي الفكره جايه. فانت كاتحاد جده ده الاسم اللي انت عرضته، فالمفروض تكون مذاكره. هو كان لاعب في الدوري الاسكتلندي وكان متالق وكل حاجه، بس المفروض كنت مذاكر اللاعب وعارف انه هيفيدك وفي المركز اللي هو عايزه، ونونو سانتو اللي مختاره وكذا وكذا. فلما يجي لك وانت تشتكي تقول والله لا ده مش على المستوى، يبقى انت برضو في مشكله عندك في الاختيار، لان في اسامي تانية او في انديه تانية اختارت اسماء بتفيدها وبتلعب معاها. والنهارده انت عندك كريم بنزيما وكانتي وفابينيو، اسماء اساسيه معاك وعاملين مستوى كبير. وزي ما كابتن عبد الجليل قال، رومارينيو ده واحد من افضل، ده يمكن هو متالق اكتر حتى من بقيه النجوم اللي جت من اللعيبه اللي حتى اللي كانوا متالقين مثلا في ماتش الهلال اللي خسروه. خلي بالك الاتحاد السنه دي كل الماتشات الكبيره اللي لعبها في الدوري خسرها. الهلال يعني والنصر خسر من الهلال، خسر من اهلي جده، وده ديربي برضه، مش يعني اتحاد جده واهلي جده بتشتعل في اليوم ده. صح. بيبقى ماتش صعب جدا عليه. وخسر من الشباب كمان زي ليفربول وايفرتون. طبعا زي ليفربول ايفرتون، زي اليونايتد والسيتي. بيبقى ديربي صعب، وجماهير جده تحديدا من الجماهير المتعصبه جدا الاهلي والاتحاد. فواضح ان عندهم مشكله قدام الفرق الكبيره. شفنا الماتش اللي كان كبير بينهم وبين الهلال، وازاي كان عندهم مشاكل دفاعيه كبيره جدا وخسروا 4-3 بالظبط. فالجماهير بتاعت الاتحاد مش مطمنه. تصريحات رئيس النادي جايه بسبب ضغط وانتقادات الجماهير. انت بتدخل تويتر والسوشيال بتاع جماهير الاتحاد بتشوف هجوم عنيف جدا. وفكره كمان ان هم يتخلوا عن مدرب جاب لهم الدوري بعد غياب كبير، نونو سانتو، برضو ده كان قرار مش سهل. فواضح ان في ازمات. يمكن 12 13 سنه. كانوا بقالهم كتير جدا ما خدوش تقريبا 2010 يمكن من فتره فعلا طويله. ده حقيقي. فانك وكمان نونو سانتو اسم كبير، يعني مدرب كبير. فواضح انه في مشاكل اداريه في النادي، واضح ان في توتر وعدم ثقه من الجماهير. فتفسيرك كان صحيح ان هم بيقدموا تبريرات مسبقه للي ممكن يحصل على ارضهم. وهزيمه قدام الاهلي في جده هتبقى قاسيه جدا قدام الاهلي المصري طبعا. كيف يستفيد الاهلي من الموقف ده، او ايه اللي يتقال لعيبه الاهلي؟ يعني لعيبه الاهلي دلوقتي محتاجين ان هم يستنفروا اللي جواهم، وترجع الروح تاني اللي غابت الفتره اللي فاتت، ترجع الرغبه تاني اللي غابت الفتره اللي فاتت، الطموح يرجع تاني اللي غاب الفتره اللي فاتت. دي الصفات اللي غابت عن الاهلي، التركيز والروح والطموح، مش فنيات، لان في الاخر لعيبه الاهلي لعيبه كبار. يعني ازاي يستغل الموقف مع لعيبه النادي الاهلي؟ لا سهل. كولر لازم يراجع حساباته. يعني سامعك في المداخله مع اعتقد في الاسبوع ده راجع حساباته. بالظبط. الاسبوع اللي خده اجازه بعد عن الضغوطات، لازم يعيد حساباته ويفكر. الروتيشن الكتير اللي بيعمله ده بالنسبه للمدير الفني. بالنسبه للعيبه يا كابتن، دي ثالث بطوله هيخشوها السنه دي. البطولتين اللي دخلوها خسروا. بطوله كاس عالم الانديه ان انت تحرز ميداليه، دي بطوله في حد ذاتها. اول تاني تالت دي بطوله، وعلى الاقل توصل سيمي فاينل بالظبط على الاقل. دي البطوله بتاعتك اللي انت هترجع منها شايل ميداليه. احنا شفنا الميداليه المركز الثالث مرتين ثلاثه. فبالنسبه لي او بالنسبه لجمهور الاهلي مش طموحنا دلوقتي. انا عايز مركز ثاني او اول. ودي سهل، انت ممكن تعدي اتحاد جده، ممكن تلاعب بعد كده فلامينجو. اعتقد اللي كسب فلومينينسي اللي كسب، فممكن سهل توصل نهائي. فكل الحاجات دي قدام جده سهل جدا. يعني وارد، بلاش سهل، وارد انك توصل فاينل. يعني 50-50 بس اللي هيرجع كفه الاهلي لعيبته فايقه. اللعيبه بتاعت الاهلي فايقه. لو كسبت اتحاد جده خد بالك هتكسب، هتعدي. غير انت كانك بتلعب في ملعبك بقى السيمي فاينل. انت بتلعب في جده. وماتش الاتحاد جده برضه هتاكنك يعني 50 لا قول جمهور اتحاد جده موجود مع جمهور الاهلي طبعا. لكن اقصد لو انت عديت اتحاد جده خلاص انت في جده، الجمهور كله هيشجعك السعودي قبل المصري مش كمان. زي ما انت فاكر. البرازيليين بيجوا من اخر الدنيا بطياراتهم، وعندهم عايشين في السعوديه برازيليين كتير. بص ان في ماتش اتفرجنا كان الجمهور البرازيلي قافل الاستاد، او في فرقه كانت بتلعب في قطر لما الاهلي والاهلي كان كسب، وكان الجماهير البرازيليه برازيل اكتر. انا فوجئت بيها. فانت هتلاقي في جماهير، بس انت الاهلي فايقين لعيبته يا كابتن.
هيعدوا في البطوله دي. اللي يحطوها في دماغهم ان دي ثالث بطوله في خلال شهرين ثلاثه، لو ما خرجوا من الدور الاول او خسروا موسم هيبقى في هزه كبيره قوي ليهم. فهي دي اللي ممكن تستنفرهم شويه، مفيش اكتر من كده، ان دي بطوله واحنا عشمانين في ميداليه. فلازم اللعيبه تفوق، زائد كولر زي ما قلت لحضرتك، زائد اللعيبه تركز، كله في مكانه دلوقتي. وانا يعني سامع ان في 6 لعيبه هيروحوا اعارات وكده، نتكلم فيها بعد. ما عجبنيش جدا التسجيل في ايه ومشيت في ايه، وهي فلوس رايحه وفلوس جايه، ويعني احنا قلنا الكلام ده. صلاح محسن يرجع لا بس مش بفلوس، ما صلاح محسن راجع ما كانش بفلوس، هو على ذمه الاهلي، كريم نيدفيد على ذمه الاهلي، يعني الرجاله اللعيبه راجعه مجانا، ما اتدفعش فلوس ولا حاجه يعني. ما هو انا جبت صلاح محسن قبل كده مره ومشي، ما خلاص مش كميته مش راكبه، ما وحش. بس هو جبت خالد عبد الفتاح، بس هو ما اتمرنش مع كولر. يعني ربما يكون كولر شافه مع سيراميكا وما اتمرنش مع كولر. ما هو كولر، كل اللي بيجي مدرب اجنبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا اتحاد جده بعد تدعيم صفوفه بلعيبه كبيره الدوريات الاوروبيه باقوى كتير من اللي كان عليه السنه اللي فاتت، ولكن فريق النصر والشباب بقوا اقوى كتير منه هو كمان، وعشان كده نتائج اتحاد جده نتائج صعبه وسيئه السنه دي، رغم انه كان واخد بطوله الدوري السعودي السنه اللي فاتت. فكل التطمينات اللي بيقولها عبد الجليل مع محمد شبانه للنادي الاهلي مش في محلها. اتحاد جده السعودي رغم تصريحات رئيس نادي اتحاد جده السعودي فريق قوي وقوي جدا مقارنة بينا ووضعنا الحالي، خاصة في ظل تراجع مستوى النادي الأهلي اللي شفناه آخر 4-5 مباريات. النادي الأهلي مش هو الأهلي بتاع السنة اللي فاتت. لو الأهلي هو بتاع السنة اللي فاتت كنا ممكن نطمن شوية ونقول ونخش بقلب جامد ونعافر، لكن الوضعية ديت تقلقنا أكتر ما تقلق نادي اتحاد جدة السعودي، رغم المشاكل الموجودة في اتحاد جدة السعودي والمشاكل السيئة اللي عنده والنتائج السلبية، لكن لا زال هو فريق أقوى من النادي الأهلي وهيلعب على ملعبه في وسط جمهور. ولكن الطريقة اللي بيلعب كولر آخر مبارياته مقللة كتير من النادي الأهلي، مش ده الأهلي بتاع السنة اللي فاتت، عشان نقدر نطمن ونتكلم بقلب جامد إن إحنا هننافس اتحاد جدة السعودي. لما كنا بنتكلم عن كأس العالم للأندية السنة اللي فاتت وأول ما طلعت القرعة إن هنقابل اتحاد جدة، كنا بنتكلم بقلب جامد وقوة إن إحنا هننافس وهنقدر نقصي اتحاد جدة، لكن للأسف الكلام ده حاليا بقى فيه شك كبير. نتمنى يكون ظننا غلط وكولر يعدل وضعه سريعا ونشوف بطولة قوية من النادي الأهلي ومركز أفضل من المراكز السابقة اللي حققها. كنت أهلاوي أصيل من عشاق الرياضة المصرية. لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.